إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر العباد، معشر أهل الإيمان، أحببت أن تكون هذه الخطبة تنبيهات عن الركن الثاني من أركان الإسلام. أعني أنبه عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بالصلاة، ويكفي في فضل الصلاة وشرفها أنها حلت محل الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ومن تدبر هذا، من تدبر أن الصلاة هي أول عمل يحاسب عليه العبد، أتقنها وتعلمها وتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأولى التنبيهات عباد الله مسألة الطمأنينة في الصلاة. الكل يأتي إلى بيوت الله أو يصلي حيث يصلي، ولكن كثيرا من الناس يصلون ولا يدرون أنهم لا يصلون. هم يصلون ولكن لا يدرون أنهم لا يصلون. جاء الأعرابي فدخل المسجد فصلى ركعتين من نافلة المسجد، ثم جاء فوجد النبي جالسا فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فذهب فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فذهب فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فذهب فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل. تأمل هذا الإرجاع. إرجاع المرة تلو المرة.
لأن الإرجاع هنا هو الرحمة. قد يقول قائل نبينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، لماذا أرجع وأرجع وأرجع؟ لأن الإرجاع هو الرحمة. يرجع ليصلي صلاة صحيحة حتى يرحم في سكرات موته، وحتى يرحم في قبره، وحتى يرحم يوم يقوم الأشهاد. فالإرجاع هو الرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي مشهود له بالرحمة. فالرحمة قد تكون أن يأمرك النبي بأمر، ويكون في الأمر الرحمة لا فيما تهوى. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وينقر في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. إن مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. لذلك الأعرابي لما جاء وأدرك أنه لا يحسن الصلاة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها علمني. دل هذا إخواني الكرام أنه يجب على المكلف أن يتعلم ما أوجب الله عليه من دينه من التوحيد والصلاة والزكاة إن كان له مال، والصوم والحج إن كان له قدرة وله مال وله ما له مما شرط بالاستطاعة وسائر مسائل الإسلام. فكل من وجبت عليه عبادة وجب عليه أن يتعلمها. هكذا قال العلماء: من وجبت عليه عبادة وجب عليه أن يتعلمها. ويعلم الإنسان منذ الصغر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة مسائل الدين ومسائل العقيدة ومسائل الفقه ومسائل العبادات وهم صغار. يا غلام إني معلمك كلمات. يسأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. صلى عمرو ابن سلمة بقومه وهو ابن 6 سنوات بعد أن جلس مع النبي وتعلم ما تعلم من القرآن وتفقه في الدين، ثم رجع إلى قومه فأمهم وهو ابن 6 سنوات، لأنه كان أعلم القبيلة وقدم لعلمه. فهذا يدل معشر عباد علينا أن نعتني بديننا، أن نجلس فنتعلم ما افترض الله علينا حتى لا نرتحل إلى الله ولم نتعلم دين الله. فالطمأنينة فرض من فرائض الصلاة. لذلك علم النبي الأعرابي لما سأل: علمني لا أحسن غيرها، أمره بإحسان الطهارة. من الناس من إذا توضأ غسل يديه في المرة الثانية من الكوعين إلى المرفقين، ظن منه أن الكفين قد غسلتا غسلا مجزئا، وأن الغسل الأول يؤدي الفرض، وهذا خطأ، لأن غسل الكفين في المرة الأولى سنة مستحبة، وغسل اليدين من الأظافر إلى ما بعد المرفقين هذا هو الفريضة. هذا غسل الفرض، ويجب على من توضأ أن يسبغ الوضوء ويبدأ في الغسلة الثانية من الأظافر إلى ما بعد المرفقين، وكذلك من
أعلى شعر الرأس إلى أسفل الذقن مع حد شحمة الأذنين. ثم بعد ذلك إذا غسل القدم يراعي مجال الكعبين وباطن القدم ويحسن الطهارة ويحسن الوضوء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على قدم رجل لمعة بعد أن فرغ من الصلاة. لمعة شيء صغير مثل الدرهم أو التعريفة ناشف لم تصبه الماء وقد صلى الرجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. لما؟ لأن الوضوء باطل. وهذا فيه تنبيه لمن يعمل في البهية أو يعمل نجاشا أن نزيل البهية من على جسده، وأن نزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأنه إن صلى بعد الوضوء وفي الجسد بهية فإن صلاته باطلة، لا لأن البهية نجسة، ولكن لأنها حالت بين البشرة وبين وصول الماء إليها. وكثير ممن يعمل في النجاشة يصلي على حال وصلاته باطلة وهو لا يدري. لذلك فاتق الله عبد الله وحسن الطهارة، ثم بعد ذلك ادخل في الصلاة وعليك أن تراعي الطمأنينة. لذلك قال الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أطال الركوع. قال الفقهاء استحب للإمام أن يسبح 5 لكي يدرك من خلفه 3. وقد كان نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يسبح أكثر من 3 إلى 10. ولك إذا أممت الناس أن تسبح 5 أو أن تسبح 6 حتى يطمئن الناس من خلفه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يطيل الركوع، وكان إذا رفع من الركوع قال الصحابة اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي. لما؟ لأن الركوع فرض والطمأنينة فيه فرض، والرفع من الركوع فرض والطمأنينة فيه فرض. وكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام سجد على 7 مواضع. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 مواضع: الجبهة، فأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فبعض الناس إذا سجد أهوى بأنفه وسجد على الجبهة فقط، وبعضهم يهوي بقدميه من الخلف، وهذا كله من الخطأ وربما فطرت الصلاة. يعني هذه مواطن الطمأنينة عند السجود، فعليك أن تسجد عبد الله على الجبهة والأنف والكفين والركبتين، وأن تثبت أصابع القدمين على السجادة أو على الأرض، وأن يكونا مستقبلتا القبلة. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود. إذا سجد كان يطيل السجود بقوله سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 4 5 6، وكلما زدت التسبيح زاد الأجر. وكان إذا رفع من السجدة مكث جالسا، أي بعد أن يأتي بالسجدة الأولى لا يربع الثانية الأولى، وإنما قال الصحابة مكث جالسا حتى يقول القائل قد نسي. يطيل الفاصل بين السجدتين، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة. فمن لم يجلس مطمئنا بطل الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع من كل سجدة من الصلاة يجلس مسافة حتى يقول الصحابة قد نسي. يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الدعاء بين السجدتين. ثم بعد ذلك يأتي بالسجدة التي تليها. ثم قال النبي للأعرابي بعد أن علمه هذا: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. ومعنى ذلك عباد الله أن تطمئن في كل الفرائض الخمس، وأن تطمئن في كل النوافل، في صلاة التراويح، في صلاة الرغيبة، في صلاة تحية رب المسجد، في صلاة الضحى، في كل صلاة يجب عليك أن تطمئن، لأن الطمأنينة فرض في الفرائض والنوافل. فلا تستعجل عبد الله. وربما صلى العبد صلاة أودت به إلى النار، لأنه لم يحسنها ولم يتقنها ولم يطمئن فيها. والطمأنينة بالصلاة تربية،
فإذا ربى العبد نفسه على الطمأنينة وعلى الخشوع سار على ذلك، وإذا ربى نفسه على الخفة وعلى النقل استنكر السنة واستوحش السنة وهو على خطر عظيم. لذلك عباد الله علينا أن نحسن صلاتنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: المصلون في الناس، يقول الإمام أحمد رحمه الله: حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. والمعنى أن نسبة الإيمان في قلبك هي نسبة إتقانك للصلاة والخشوع فيها والخضوع، فكلما كان العبد محسنا لصلاته كلما نمى الإيمان في قلبه. لذلك حسن الصلاة، حسن صلاتك عبد الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: المصلون في الناس قليل، المصلون في الناس قليل، ومقيم الصلاة أقل القليل. القلة القليلة من الناس هم الذين يصلون صلاة صحيحة. فنسأل الله أن يوفقنا للطمأنينة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ويجب على الأمة أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم في صلاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالذي يرجو الله، يرجو اليوم الآخر، يخاف عذاب الله، يرجو جنة الله، يرجو رحمة الله، والذي يحسن صلاته ويتقي الله في الحال كله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب على الإمام أن يصلي بالناس كما كان يصلي لهم رسول الله، كما كان يصلي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم، واطمئنوا في صلاتكم، ولا تستعجلوا، وامروا زوجاتكم وبناتكم وأبنائكم بهذا، فإن البني والبنات والزوجات مسؤولية الرجال، فعلينا أن نتقي الله في رعيتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معشر العباد، أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يخلص نياتنا ويتقبل أعمالنا، إنه لذلك والقادر عليه. من التنبيهات المهمة: إذا دخل الداخل المسجد والإمام يخطب ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين، يتجوز في القراءة، يتجوز فيهما، بمعنى يأتي بالطمأنينة المجزئة، بدل أن يسبح 10 يسبح 3، بدل أن يقرأ سورة طويلة بعد الفاتحة يقرأ سورة قصيرة. إذا وجدت الإمام يخطب فلا تجلسن. دخل رجل المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم من يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم التنبيه الثاني بعد هذا أن كثيرا من الناس يأتي المسجد قبل الإمام، أو الإمام جالس والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فإذا به ينتظر الأذان. نقول انتظار الأذان خير، لكن مبادرتك بصلاة الركعتين خير من ذلك. قال العلماء لأن المبادرة بالركعتين لتبادر بالاستماع إلى الواجب، فإن الخطبة سماعها عند بعض العلماء واجب، وكذلك لتبادر بإدراك ما يمكن إدراكه من سماع الوعظ والخير. لذلك إذا وجدت المؤذن يؤذن فلا تنتظرن، كبر وبادر بالركعتين، بادر بالركعتين. هذا هو الفقه، لا تنتظر المؤذن، ولكن بادر بالركعتين لتدرك الخطبة وتدرك الوعظة وتدرك العلم، فإن العلم الواجب مقدم على النافلة. ثم أيضا ننبه على من قصد الجمعة أن يبكر،
فإن التبكير فيه من الأجر ما هو عظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث أبي هريرة أن من جاء بالساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، أي كأنما ذبح ناقة وتصدق بها على الفقراء والمساكين والأيتام في الساعة الأولى، كأنما قرب بدنه، أي هذا مثله، هذا مثال أجره الذي يبكر كأنه ذبح ناقة ووزعها يبتغي وجه الله على الضعفاء والمساكين والأرامل. ومن جاء بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة تستمع الذكر، فيا عبد الله بكر، نصبر وقتك، اقضي حوائجك بعد الفجر. وإذا كان الإنسان ينعس أثناء الغربة يمكن أن يقيل من الساعة 10 إلى الساعة 12 قيلولة حتى تستمع إلى الغربة وأنت تدري ما يقول الإمام، لأنك تصطبر وتستمع إلى الوعظ وإلى الخير وإلى العلم. فإذا كان جسمك لا يقوى فقدم بين يدي الجمعة قيلولة من 10 مثلا إلى 11، ثم في 12 بكر إلى المسجد، لا أن تقضي الصبح والصباحية في أمور ليست مهمة ثم بعد ذلك تتسارع إلى المسجد وقد ضاع الزمن فيفوتك أجر عظيم. عبد الله، أيضا على المصلي أن يجانب الروائح الكريهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، في رواية فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، في حديث آخر. فعلى القادم إلى المساجد من أكل البصل جلس في بيته، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بهذا أمر النبي فليقعد في بيته. إذا أكلت البصل يوم الجمعة فلا تأتي إلى المسجد، وهذا في سائر الأوقات الخمس. إذا باشرت الروائح الكريهة فلا تقربن مساجد المسلمين يا عبد الله. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إذا اشتم من الرجل الرائحة الكريهة أمر به فأخرج إلى الخلاء، يخرج من بيت الله، يعني يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة. ويقاس على البصل والثوم كل ما هو فيه رائحة كريهة، كرائحة الدخان وربما التنبال وربما فالعلة الرائحة الكريهة. فكل من كانت فيه رائحة كريهة فعليه أن يتجنب بيوت الله جل وعلا. وهذا لا لأن البصل حرام، هو حلال، لكن إن أكلته حرم عليك أن تدخل المسجد حتى تذهب الرائحة الكريهة، ثم بعد ذلك تستأنف الصلاة مع المسلمين. وكذلك ينبه عباد الله أن بعض الناس يأتي إلى المسجد أو يصلي في أي مكان وملابسه رقاق، وربما لبس ثوبا رقيقا وهو يصلي كاشف العورة، فهذا صلاته باطلة، لأن من شروط العورة من شروط الصلاة ستر العورة. وعلى المصلي أن يستحضر أنه يناجي الله ويناجي ملك الملوك جل وعلا. كذلك على المصلي أن يتحرى السترة، يصلي إلى سترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، ومعنى فليقاتل فليدفعه بقوة. وهذا فيه اتخاذ السترة، أن تصلي إلى شيء. وفيه حرمة المرور بين يدي المصلي فليدفع. وقال في حديث آخر: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال راوي الحديث: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 خريفا. وكلاهما فيهما من التغليل والتحويل ما فيهما. أيضا مما ينبه له تسوية الصفوف عباد الله. من الناس من يسهل في تسوية الصف، وربما مددت قدمك إليه فجذبها. فعلى المصلي أن يعلم أن تسوية الصفوف من هدي محمد عليه الصلاة والسلام،
فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام حتى يسوي الصفوف، وكان الصحابة يطلقون الكتف بالكتف والقدم بالقدم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأرى الشياطين في الفرج مثل الحملان. إني لأرى الشياطين في الفرج مثل الحملان. أترضى أن يصلي معك الشيطان ويخرجك من الخشوع عبد الله؟ وبعض الناس إذا وقف شتح قدميه، وهذا مما يحدث الفرج. خذ مقدار شبر أو أقل، فرد مقدار شبر أو أقل، لا تشمع قدميك، لأن هذا الشبح يحدث الفرج بعد إقامة الصلاة. كذلك يتم الصف الأول فالأول. فإذا جاء الجاهل إلى المسجد مبكرا عليه أن يستهجر الصفوف الأمامية، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، لأن خير صفوف الرجال أولا وشرها آخرها. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فقال الصحابة: والثاني يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فقال الصحابة: والثاني يا رسول الله؟ فقال: والثاني. ففاق الأول والثاني بدرجتين. فكلما بادرت وزاحمت كلما زاد الأجر عبد الله. أيضا يوم الجمعة احذر تخطي الرقاب. ومعنى تخطي الرقاب أن ترفع القدم وتأتي بها إلى حيال رقاب الناس. هو جاء متأخر ويريد الصف الأول فيؤذي الناس في رقابهم ليدخل أمام الناس، هذا ممنوع. لكن إن وجدت طريقا كما يحدث الآن، إن وجدت طريقا إلى الصف الأول وهناك فرجة ولم ترفع القدم وتؤذي الناس في الرقاب فمر، يعني إذا وجدت طريقا فمر. لكن إن لم تجد طريقا لا ترفع القدم أمام رقاب الناس أو على حيال رقاب الناس فتؤذي الناس وتشغل الناس. أيضا مما ينبه له إدبار النافلة بالفريضة. بعض الناس إذا صلى الجمعة قاموا مباشرة فجاء بركعتين، كل الركعتان سنة، لكن سبح أو غير مكانك. وهذا كثيرا ما يحدث في صلاة الفجر. نصلي الفجر ولم نصلي الرقيبة، فبعد أن يسلم الإمام يقوم فيأتي بالرقيبة. يقول الرقيبة جائزة بعد صلاة الفجر، جائزة، لكن عليك أن تفصل بين الصبح وبين الرقيبة بفاصل. يعني بعد أن صليت الصبح سبح، بعد التسبيح لك أن تسلم على الناس بعد التسبيح، لا قبل التسبيح. بعض الناس يسلم قبل التسبيح، هذا خلاف السنة. السنة بعد الفراغ من الصلاة أن تشتغل بالأذكار. فإذا قلت الأذكار بعد ذلك تسلم، لا أن تسلم ثم تذكر، لا. فأنت من عبادة إلى عبادة، من صلاة إلى ذكر، فبعد الذكر المشروع لك أن تسلم على الناس. وبعض الناس يصافح تقبل الله، قال ابن تيمية بدعة. يعني إذا صافح الإنسان قائلا تقبل الله هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي ما قالها وما فعلها عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال الشيخ الألباني من علماء الحديث قال بدعة. لما؟ لأن النبي ما فعل هذا، بل هدي النبي بعد الفراغ من الصلاة الذكر، التسبيح، التحميد، التكبير وآثار كثيرة. بعد الفراغ منها تسلم على الناس السلام عليكم. فالشاهد أن الإنسان يفصل بين النوافل وبين الفرائض فاصل. إذا أردت أن تتنفل بعد الفريضة سبح أو غير مكانك أو تكلم مع أحد، ثم بعد ذلك صلي النافلة. أيضا مما ينبه له عدم الكلام أثناء الخطبة. بعض الناس الخطيب يخطب يقول له اسكت. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وجاء في الأثر: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لذلك لا يصح لأحد أن يصوب أحدا والإمام يخطب، وإن أخطأ الإمام ممكن أن يتكلم مع الناس، ولك أن تتكلم مع الإمام. يعني لك أنت كمصلي أن تقوم وتتكلم مع الإمام: يا إمام اتق الله، يا إمام نبه الناس على كذا، يا إمام أطلت علينا، لك أن تتكلم معي. لكن لا يصح لك أن تتكلم مع الجيران. لماذا؟ لأن هذا يحدث خلل وشوشرة وعدم انتباه.
لاجتماع الفوضى. أيضا كذلك لا يصح مسابقة الإمام، فعلى الإنسان بعد أن يكبر الإمام أن يتمهل الله أكبر، فإذا جاءت الراء اعطها ثانيتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك تحرك إلى السجود. بعض الناس قبل أن تأتي الراء يخر ساجدا والراء ما جاءت، الله أكبر بعد الراء تمهل، لا تسابق الإمام. كذلك من التنبيهات من الناس من يصلي والبول مدافعة والخبث مدافعة. جاء في حديث البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمعنى إذا جاء بالطعام وأنت جائع والصلاة أقيمت في المسجد فلا تذهب إلى المسجد. ماذا تفعل؟ أكل واضعف نفسك واشبع ثم اذهب إلى المسجد. فإذا فرغ الناس من الصلاة آتاك الله أجر الجماعة إن نويت الجماعة، إنما الأعمال بالنيات. لأنك إذا جئت إلى المسجد وأنت جائع انشغلت عن الخشوع بالأكل. وكذلك إذا كان لك بول أو غائط اذهب إلى الحمام ولو فرغ الناس من صلاة الجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله: صلاة المصلي وحده في غير جماعة بلا مدافعة مستحبة، وصلاته بالمدافعة في جماعة مكروهة. لذلك لا تصلي وأنت تدافع، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان بك بول أو نحو ذلك فعليك أن تتخلص وتأتي وأنت متأكد مرتاح، يعني مستقر البال غير منشغل حتى تشرع في صلاتك. عباد الله، تنبيهات على أمر الصلاة كثيرة جدا، أتينا على بعضها ولعل في جعبتكم أكثر من ذلك، ولكن هذا ما سمح به الوقت، وأسف إن كنت قد أطلت عليكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا اللهم برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا حاضرنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا يا رب العالمين. اللهم يا غفار الذنوب، اللهم يا غفار الذنوب، اللهم يا غفار الذنوب، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا وإياهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وإياهم عذاب النار. اللهم آتنا وإياهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وإياهم عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم لا تعاملنا بما فعلنا من الذنوب والمعاصي ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مباركا، اللهم أغثنا غيثا طيبا مباركا. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، يا من قلت ادعوني استجب لكم، أغثنا غيثا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من قلت ادعوني استجب لكم، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقم الصلاة.